التعبير عن مشاكلنا. صحيح هو اليوم مشاكلنا هي ماذا بعد الثورة؟ ماذا بعد الثورة؟ لست أدري إن كان هذا الملف سيجيب عن هذا السؤال، ولكن سيطرح تساؤلات، وتساؤلاتي أنا واضحة جدا. الأصدقاء تكلموا عن القانون، الوجهة القانونية، الوجهة الاقتصادية، والأستاذ عبد الباسط لم تذكر التخريب الثقافي. قلت تحدثت عن الاقتصادي، عن السياحي، عن البشري، الثقافي. وأنا هنا سأتحدث عن الثقافي التراثي التاريخي، وهو جانب هام من هويتنا اللي هو في الميزان اليوم. صحيح. أمام المشروع أنجز. وأكثر خسارة أظن أني إن أردت أن أقيمها، طبعا لا أقلل من شأن الخسارات الأخرى، ولكن خسارة التراث والآثار هي الخسارة الكبرى، لأنه ما كسر لا يعاد ولن يعاد، وهذه هي المعضلة. التسرع في الملف، أنا يعني واثقة وأتفق مع الأصدقاء في هذه الناحية، وهي الناحية التي جلبت انتباهي منذ يعني 31 أكتوبر 2007، يوم تلقيت يعني هذه المراسلة التي هي الأولى اللي يعني تطلب فيها اللجنة الاستشارية للمقاطع التحول على عين المكان، وإرسال خبير من المعهد الوطني للتراث لمعاينة مكان المقطع اللي مساحته 200. سيد هاجر، فقط باش يتابعوا معنا الساده المشاهدين، الوثيقة عدد واحد، تفضل. الوثيقة عدد واحد اللي هي مراسلة روتينية عادية تأتينا يوميا في مكتب الضبط المركزي بالمعهد الوطني للتراث، يعني المؤسسات الدولية تربطها علاقة قانونية. سيد هاجر، فقط بلا ركزوا التاريخ في الأقصى اليمين من فوق، 31 أكتوبر 2007، رسالة إلى السيد ممثل المعهد الوطني للتراث. تبقى يشاوروكم سيد هاجر من المحل، شاوروكم. هم شاورونا. أنا ذاك كنت ممثل المعهد الوطني للتراث. تقريبا نص، لكن أنا الرسالة أتتني من المعهد، يعني محالة إلي عن طريق المدير العام للمعهد الوطني للتراث حول إنجاز المشروع الوطني مطار زين العابدين بن علي، وهذا السطر يعني جاء مع الرسالة. المصاحيب ملف، وهي ملف اللزمة اللي أرسل وتسلمته. وبعد في نطاق إنجاز المشروع الوطني بانفذاء مطار زين العابدين بن علي مرة أخرى تسطر من طرف الشركة التركية تاف تونيزي، نمدكم بنسخة من الدراسة الموجزة التي تقدمت بها الشركة المذكورة، والتي تتعلق برفع حوالي 8 مليون متر مكعب من المواد المقطعية من الموقع الذي تم اختياره للغرض والموجود داخل اللزمة كونسيسيون. ونظرا للصبغة المتأكدة لهذا المشروع ولضرورة إنجازه في الأجال، نطلب منكم مدنا برأيكم كتابيا خلال أسبوع من تاريخ تسلم هذه الدراسة، وكل تأخير سيعتبر موافقة ضمنية. والسلام. مديرة المقاطع والمتفجرات. يعني 282 هكتار هكا ولا؟ أي هكتار، 8 مليون متر مكعب. سوف يقع استخراجها من باطن الأرض بالجهة، ومطالب منا يعني أي خبير سيتحول سينجز في أسبوع. يعني إذا أخذنا وصول الرسالة بعد 3 أيام من ذلك الأسبوع، التنقل يمكن أن يأخذ يعني طلب سيارة إدارية وتنقل على عين المكان، تجهيز الفريق إلى آخره، يمكن أن يأخذ حتى أسبوع.